ركز معايا بقى في الكلام اللي جاي ده. ايه الاضرار اللي بتحصل لدماغك؟ رقم واحد، التشتت. ده بيحصل بسبب عقلية اسمها عقلية القرد، عقلية القرد. انت الوقت لما بتشوف اي صورة ما بتكملش 3 ثواني. ايوه، ايه المشكلة؟ مش فاهم. هو تكرار الحوار ده مع الصورة مع البوست مع الريلز مع الكومنت بشكل متكرر بيكون عندك العقلية دي. ببسطها لك، يعني تبقى بتتفرج على صورة فيجي لك مسج فتسيب الصورة وتروح على المسج، تجي لك نوتيفيكيشن فتسيب الشات خالص وتروح على النوتيفيكيشن، تلاقي حد نزل ريل تروح على طول تتفرج على الريل، تلاقي فيه مسج تانية جات لك على واتساب، وتفضل تطلع من منصة تدخل على التانية على التالتة على الرابعة. ما بتبقاش عارف تركز في حاجة واحدة، كل ده وعقلك شغال بيفرق وبيخليك مشتت دايما. لو تلاحظ كده، لو انت قدامك بوست طويل مش هتقدر انك تقرأه للآخر لانك مستعجل وعايز تشوف ايه اللي بعده، حتى لو البوست ده مفيد فعلا وشدك، يعني ممكن تقرأ نصه بالعافية، بقيت عاوز دوبامين اكتر.